محمد سعد ممثل موهوب جدا وعمل تاريخ كبير وكلنا بنحبه، بس بسبب غلطات بسيطة محمد سعد قدر يهدم كل التاريخ ده بأعمال وحشة ما بقتش تعجب الناس. فتعالى معايا أقولك إزاي محمد سعد دمر موهبته. سنة 2000 المخرج شريف عرفة بيكلم شاب صغير اسمه محمد سعد عشان يعمل دور الليمبي في فيلمه الجديد الناظر. دور الليمبي اللي ما كانش اصلا موجود في ورق فيلم الناظر، وقرر شريف عرفة ان هو يضيفه في القصة عشان حاسس ان هو هيوازن الكفة شوية. فزي ما تقول محمد سعد بيمسك في الفرصة بايده واسنانه حرفيا، وكان عنده يقين ان دي هتبقى فرصة عمره. والراجل بيبدأ يفكر هيعمل الشخصية ازاي لحد ما بيفتكر نكتة كان بيقولها لاصحابه. النكتة دي كان بيقولها بطريقة وصوص الليمبي، وزي ما تقول النكتة دي حطته على اول الطريق حرفيا. فكان في نكته عندي حلوه دايما بحكيها، بس كان باداء الصوت اللي انا بتكلم بيه ده، اللي هو ده واحنا بنتكلم كده. حلو، لا كان اسمه ليمبي ولا بامبي ولا زومبي، مفيش الكلام ده خالص. وبس يا سيدي، الايام تعدي والفيلم يتصور، ومع نزوله الفيلم يكسر الدنيا حرفيا ب 16 مليون جنيه. 16 مليون جنيه في سنة 2000 كان رقم عملاق اساسا. وكمان السنة اللي كان نازل فيها ما كانتش سنة ضعيفة خالص، دي سنة كان فيها احمد السقا وعادل امام ومحمد هنيدي. ووقتها ولحد دلوقتي والله الناس كانت منبهرة بثلاثية علاء ولي الدين واحمد حلمي ومحمد سعد، اللي كان كل واحد فيهم لسه فريش وبيقدم نوع كوميديا مختلف عن التاني. والفيلم ده كان سبب فتحة خير كبيرة حرفيا لكل واحد. يعني مثلا المخرج شريف عرفة خد علاء ولي الدين وراحوا عملوا فيلم اسمه ابن عز، ومنتج الناظر مجدي الهواري خد محمد سعد واحمد حلمي وعمل بيهم فيلم اسمه 55 اسعاف. وفيلم 55 اسعاف هو فيلم نزل سنة 2001، وكل اللي انا فاكره عنه ان هو كان فيلم كويس وحلو. بس حرفيا الفيلم ده انا ما شفتوش بقالي سنين، فما عنديش كلام كتير عنه. اكتر حاجة فاكرها هي الكيمياء ما بين محمد سعد واحمد حلمي، كانت عظيمة بصراحة وكانوا بيضحكوا مع بعض. بس مش ده المهم. المهم ان في سنة 2002 حياة محمد سعد بتتغير كليا. بتتغير لما السبكي بيكلمه وبيقول له تعالى هات شخصية الليمبي من الناظر وهنعمل بيها فيلم من بطولتك. وفعلا محمد سعد بيوافق ان هو يعمل الفيلم، وفي سنة 2002 ينزل فيلم الليمبي. الفيلم اللي لما نزل عمل زلزال في السينما وفي شباك التذاكر ب 21 مليون جنيه. ولو مش مقدر حجم الرقم فهو في 2026 يعمل اكتر من 200 مليون جنيه، وده كمان في موسم كان فيه كريم عبد العزيز واحمد السقا ومحمد هنيدي وعادل امام. حرفيا الليمبي نزل من هنا واكتسح كل حاجة من هنا. بس للاسف مش كل الاراء وقتها كانت اراء ايجابيه. اتقال برضو وقتها ان الليمبي ده فيلم تافه وبيقدم البطل بلطجي، ومش دي الصوره اللي نقدمها لشبابنا. والكارثه الاكبر بتحصل بعد ما اغنيه حب ايه بتاعت ام كلثوم اتغنت في الفيلم بتلحين وتوزيع شعبي. ده بقى اللي جنن الناس واتقال ان دي كارثه وازاي يتعمل كده، وده تشويه لتراثنا الفني والشغل العقيم ده. بس ده ما فرقش خالص مع الفيلم ومع نجاح محمد سعد اللي خلاص بقى نجم شباك رسمي. وبيقرر محمد سعد في 2003 يعمل جزء تاني من فيلم الليمبي، بس المره دي انتاج العدل جروب مش السبكي. والفيلم ده كان اسمه الليمبي 2 عادي جدا. بس لما السوكي بيعرف ان في فيلم بيتعصب وبيقول لا الليمبي ده بتاعنا ومش عارف ايه هتعملوا ايه هرفع قضيه، فزي ما تقول العدل جروب عشان يسكتوه قالوا له معلش يا عم السبكي احنا هنسميه اللي بالي بالك. وانا شخصيا لما عرفت القصه دي ادركت ان اسم اللي بالي بالك ده من اصيع اسماء الافلام المصريه في التاريخ. بس فعلا الفيلم بيتعمل وبينزل وبيكسر الدنيا واتعمل بشكل احلى من الليمبي بكتير، شكل احلى على مستوى الاخراج والكتابه والقصه والتمثيل. لانك لو جيت ركزت مع فيلم الليمبي الاولاني فهو فيلم عبثي جدا ومفكك وعباره عن سكتشات، بس طلع فيلم عظيم. بس اللي بالي بالك فيلم فعلا معمول حلو، فيه اخراج فيه كتابه فيه بدايه ووسط ونهايه. ومحمد سعد ابدع في الفيلم ده بشكل مش طبيعي بشخصيتين مره واحده وهما الليمبي ورياض المنفلوط. والابداع الاكتر لما عمل الشخصيتين في جسم واحد، وده اثبات لموهبته فعلا. وبعدها في سنه 2004 عمل فيلم عوكل اللي هو برضه فيلم حلو وكويس ونجح. والتاني مره على التوالي محمد سعد بيعمل شخصيتين في نفس الفيلم منهم قطاطه. والحقيقه محمد سعد عمل قطاطه دي بشكل عبقري. انا وانا صغير ما كنتش اعرف ان هي محمد سعد اصلا. بس الحقيقه ان النجاح العملاق ما حصلش في عوكل، النجاح العملاق حصل سنه 2005 بفيلم بوحه. لما محمد سعد عمل بوحه نزل وحرفيا دغدغ الدنيا. الفيلم نزل سنه 2005 وعمل 28 مليون جنيه. لو مش مقدر الرقم فهو في عصرنا ده اكتر من 230 مليون جنيه مصري. وكمان ده كان في سنه مليانه نجوم زي عادل امام واحمد حلمي وكريم عبد العزيز واحمد عز. وعلى كلام ناس عصرت الفيلم وقت نزوله ان كان في شوارع بتتقفل من كتر ما الناس قدام السينما وعايزين يخشوا بوحه. والصراحه ان بوحه شخصيه عبقريه ومحمد سعد عملها بشكل جنوني. الراجل يا جماعه كان رشاش افيهات، حرفيا كل مشهد فيه بالميت 10
افيهات ولا حاجه. وفي سنه 2006 محمد سعد بيستمر بنجاحه بفيلم كتكوت، بس كتكوت ما كانش بحلاوه اللي فاتوا خالص، هو يعتبر نص فيلم حلو. النص الاول من الفيلم ان احنا بنجيب كتكوت وبنفهمه المهمه وي 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 ده حلو فشخ، انما النص التاني من الفيلم ويوسف خوري والمهمه ومش عارف ايه وحش جدا ومش بعرف اكمله. وبعدها في سنه 2007 محمد سعد بيعمل فيلم كركر، الفيلم اللي بصراحه انا بعتبره فيلم رعب مش كوميدي، انا بجد كنت بخاف من الفيلم ده. بس لو هنذكر حاجه في الفيلم ده فهو فيلم محمد سعد قدم فيه 3 شخصيات بس خلاص. بس كل اللي انا قلته ده مش مشكله، المشكله ان الفيلم ده بيكون نهايه الفتره الذهبيه لمحمد سعد. بنبدأ فترة جديدة مع محمد سعد وهي فترة الوقوع، أولها في سنة 2008 بفيلم بوشكاش. فيلم بوشكاش اللي كان من بطولة محمد سعد وتأليف هشام ماجد وأحمد فهمي. وعموما هو فيلم مش وحش، هو فيلم كويس ومحبوب، بس أنا بصراحة مش بحبه، بحسه فيلم واخد أكتر من حقه، وحاولت أشوفه كتير وحاولت أحبه بس بصراحة ما عرفتش. إنما في 2010 وبعد 7 سنين من فيلم اللي بالي بالك محمد سعد بيقرر يرجع شخصية الليمبي، والمرة دي في فيلم جديد اسمه الليمبي 8 جيجا. وبصراحة أنا بحب الفيلم ده جدا ومن أفلام طفولتي، وهو فيلم حلو وفكرته كانت جديده وقتها. وبالمناسبه هو كان معاه كاست كويس جدا زي مي عز الدين وانتصار وماجد الكدواني واكيد حسن حسني اللي هو احسن حد مثل مع محمد سعد. ولكن تيجي 2011 وتقوم ثوره يناير، وكل الفنانين وقتها كانوا عايزين يعملوا افلام عن الثوره، واكيد منهم محمد سعد اللي قرر مش بس يمثل فيلم عن الثوره، هو هيكتب فيلم عن الثوره. ومحمد سعد بيقعد مع نفسه يكتب ويمثل عشان يطلع لنا أسوأ فيلم في تاريخه، فيلم تك تك بوم. فيلم تك تك بوم مش واحد من أسوأ أفلام محمد سعد بس، ده من أسوأ الأفلام اللي أنا شفتها في حياتي. فيلم وحش جدا والتمثيل فيه أوفر والكتابة فيه وحشة وإخراجه وحش، مع إن الفيلم ده بنفس كل حاجة بنفس القصة، بس لو كانت كتب حلو واتعمل حلو كان هيبقى فيلم أيقوني ولسه عايش لحد يومنا ده. ووقتها وبعد فشل فيلم تك تك بوم محمد سعد بيقرر يتجه للمسلسلات، وفي 2012 زي ما محمد سعد كتب فيلمه اللي فات قرر ينتج أول مسلسل في تاريخه. وهنا أنا بتكلم عن مسلسل محمد سعد، مسلسل شمس الانصاري، اللي بيتقال ان محمد سعد كان بيتدخل جدا في المسلسل ده وكان بيدخل اوضه المونتاج كتير قوي، وده كان سبب خلافات كبيره حصلت ما بينه وما بين مخرج العمل جمال عبد الحميد. فيا ترى محمد سعد كبطل العمل والمنتج بتاعه هيعمل ايه؟ طرد المخرج من اوضه المونتاج وقال له انت مش هتخشها تاني. انا بصراحه مش فاهم ليه القرار ده، مش فاهم ليه انت بتتحكم في كل حاجه وقتها، مع انك لو سبت الناس تعمل شغلها كان المسلسل هينجح. المسلسل انا ما شفتش حد بيتكلم عنه اصلا، ده حتى انا اللي بتكلم عنه دلوقتي عمري ما شفته في حياتي. فعشان كده مش هنكمل كلام عن المسلسل ده عشان انا ما شفتوش، وهننتقل لسنه 2013. سنه 2013 اللي كان فيها عوده محمد سعد للسينما بفيلم تتح اللي يعتبر فيلم كويس وفيلم عبثي جدا وبيضحك في نفس الوقت. محمد سعد قدم فيه شخصيه جديده ونجحت مع الناس وهي تتح. ومن بعد تتح محمد سعد بيبدأ في استثمار شخصياته بأسوأ شكل ممكن في التاريخ، وأكبر وأول استثمار عمله لشخصياته حصل سنة 2014 في مسلسل فيفا قطاط. مسلسل محمد سعد جاب فيه 2 من أنجح الشخصيات في تاريخه وعمل بيهم مسلسل لوحده. وهنا أنا طبعا بتكلم عن الليمبي وعن قطاط. على فكرة المسلسل ده ما كانش وحش، ده من مسلسلات طفولتي برضه، وطلع منه فيديوهات بالهبل على اليوتيوب زي الليمبي في الجاهلية والحاجات دي. لكن محمد سعد يكمل في استثمار شخصياته، وتتح اللي كان رجعه للسينما بيقرر يحلبه في فيلم جديد اسمه حياتي مبهدله. وادق وصف ممكن اقوله عن الفيلم ده اللي هو مزبله، فيلم وحش قوي وعبيط، وتتح للاسف فشل مع الناس بعد ما كان سبب عوده محمد سعد للسينما. في 2016 بيعمل عملين اوحش من بعض، اولهم فيلم تحت الترابيزه. الفيلم ده للاسف كان اخر فيلم يجمع ما بين محمد سعد وحسن حسني، وبقول للاسف عشان هو فيلم بشع. حاولت اشوفه من فتره وبجد ما قدرتش خالص. والفيلم ده فيه اسوأ شخصيه في تاريخ محمد سعد كله، شخصيه اسمها حنف، شخصيه وحشه شكلها الخارجي وحش، اداء محمد سعد فيها كان اوفر جدا. فمحمد سعد قعد مع نفسه قال يا ترى انا لسه ما استغلتش ايه في شخصياتي؟ بوحة. فبيجيب بوحة انجح فيلم في تاريخه وياخد الشخصية دي ويعمل بيها برنامج اسمه وش السعد، برنامج عبارة عن مسرحيات ومش عارف ايه، ومن اسوأ الحاجات اللي انا شفتها. ومش فاهم ليه محمد سعد مصمم ان هو يستثمر شخصياته بشكل وحش قوي كده. بس في 2017 بتحصل مفاجأة كبيرة جدا لما محمد سعد يتعاون مع اول مخرج اكتشفه شريف عرفة. التعاون ده بيحصل عن طريق فيلم الكنز الجزء الاول، الفيلم اللي محمد سعد فيه عمل شخصية بشر الكتاتني، دور درامي وشخصية عندها هيبة من الاخر، دور محمد سعد ما عملش شبهه قبل كده. والمفاجاه واللي كان متوقع بالنسبه لناس كتير ان هو عمله باتقان مش طبيعي. اللي جنني ان بعد الكنز الناس بدات تكتشف ان محمد سعد ممثل جامد، امال كل اللي فات ده مش دليل ان هو ممثل عبقري؟ بس في الكنز محمد سعد يا جماعه كان جبروت، محمد سعد بجد صاحب احلى مشاهد في الفيلم. والكنز بيكون سبب كبير ان الناس ترجع تتحمس للي جاي من محمد سعد ويبقوا مستنيين افلامه الجديده بفارغ الصبر. وفي 2019 بينزل بفيلمين دفعه واحده، اولهم الكنز الجزء الثاني، وده لو اتكلمنا
اتكلمت عنه هطلع بنفس الكلام اللي قلته عن الجزء الاول تقريبا، بس الفيلمين حلوين قوي، انصحكم تشوفوهم. والفيلم التاني للاسف كان فيلم محمد حسين، فيلم وحش قوي ما عجبنيش خالص. الكاست بتاع الفيلم ده يا جماعه غريب، واداء محمد سعد باهت بشكل مش طبيعي. انا اول مره اشوفه بيمثل كده، اصطناع للكوميديا واصطناع للهزار وهزار قديم، انا بجد مش متقبل الفيلم ده. وفي النص في سنه 2023 محمد سعد بيعمل مسلسل اسمه الحاج اكسلانس، والله شوف والله انا مش هتكلم عن المسلسل المقرف ده، مسلسل بجد وحش قوي. لكن بعد غياب 6 سنين عن السينما محمد سعد بيرجع في 2025 بفيلم الدشاش. وبالمناسبه زي ما الدشاش كان عوده محمد سعد، هو برضه فيلم وحش قوي. الفيلم ده مشتت والسيناريو بتاعه وحش وشبه المسلسلات الشعبيه بتاعت احمد العوضي ومحمد رمضان. بس الحق يتقال ان محمد سعد عمل كم مشاهد دراميه في الفيلم ده حلوه قوي. وفي 2026 محمد سعد عمل لنا اخر افلامه فيلم فاميلي بيزنس، واخيرا بيعمل فيلم متوسط وممكن تشوفه يا عم. بس لما ده بيحصل الفيلم بيطلع مسروق من الفيلم الكوري باراسايت، الفيلم اللي كسب اوسكار سنه 2019 تقريبا. وده بقى اللي يجننك، محمد سعد واحد من اشهر فنانين مصر، مش عارف ايه الافلام اللي كسبت اوسكار وايه الافلام المسروقه. وده اكبر دليل ان محمد سعد خلاص ما بقاش فارق له ورق، ما بقاش بيقرا انا عايز اعمل اي فيلم وخلاص. ولحد النقطه اللي انا بكلمك فيها دي محمد سعد ما عملش العوده اللي تليق باسمه فعلا. ففي الاخر محمد سعد من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم، لانه ممثل موهوب وبيعرف يعمل كل حاجه. لو عايزه يغني هيغني، لو عايزه يرقص يرقص، لو عايزه يعمل شخصيه هزليه هيعمل، او دور جد هيعمل برضه. اتمنى في الايام الجايه او في السنين الجايه يتم استغلال محمد سعد بشكل احسن من كده. بس انا خلصت كلامي وعايز اقول لك لو انت مكمل الحلقه لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، فكمل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تكتب رايك تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.